قصيدة اجتماعية قلتها باحتفاظ الأخ لأخوه، لأن الأخ ما يلاقى بداله. قلت أخوك لا تجفاه لو هو مجافيك، دايم تواصل معه لو برسالة، اسأل عن أحواله لو ما سأل فيك، خصص له بقلبك حب الحالة، خلك معه مثل العسل يوم ياتيك، عطها السوالف يوم تصبح قباله، لا تبغضه لو هو بغضه يعاديك، البغض بالإخوان أكبر جهالة، شيل الحمل عنه وحطه بعينيك، خلك عض يدله على كل حاله، أخوك عضدك يوم كل يخليك، لا تتركه وقت اللوازم الحالة، أخوك سترك يوم كل يعريك، لا من فقدته ما تلاقي بداله، قدر مقامه اجعله من غواليك، عطها الغلا والود لا جا مجاله، وانطالبك بالمال والورث والشيك، حسسه بانك واحد من عياله، قل له أبد حاضر لبيك لبيك، ما تطلبه ياتيك في كل سهالة، ولا تستمع شور المره يوم ياتيك، اللي على الإخوان فيها نذاله، بالعايلة تبغى تفرق وتفكيك، إبليس أخو مرة عطاها جهالة، ما أقول أنا كل الأناثي بهنهيك، لكن بعضهن يقطعن السلالة، هذه نصيحاتي عسى الله يخليك، يكتب لك التوفيق رب الجلالة، وصلاة ربي يعد راك المساويك على نبي انبعث بالرسالة، وصلاة ربي يعد راك المساويك على نبي انبعث بالرسالة. الشاعر شلاش باتل بن حوران الروي.